لكن الرياح تاتي بقى بما لا تشتهي السفن لنادي فيورنتينا والنجمنا المصري طبعا حاجه مشرفه بجد يعني فعلا الكره المصريه. احمد حجازي برونتو حجازي. برونتو عبد الرحمن عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الكره مدوره قوي في ايطاليا. ايه؟ الكره مدوره قوي في ايطاليا. لا عادي. قول لي يعني امبارح كانت الاجواء عامله ازاي؟ انت كنت موجود طبعا، ممكن تكون ما شاركتش في المباراه لكنك موجود مع الفريق طبعا في اخر عدد من المباريات، عدد مش وحش من المباريات. الجو كان عامل ازاي لحد الدقيقه 84؟ كنتوا يعني عندكم امل كبير طبعا في الشامبيونز ليج. لا والله هو من بعد ماتش اللي احنا خسرناه قدام روما كان لازم ان احنا ناخد الماتشات اللي بعدها كلها تبقى مكسب، لان طبعا ميلان لو كسب ماتشاته كلها برضه هيصعد، فبرضه ميلان تعادل مع روما فخلاص بقى في نقطتين فيصل. لو احنا كنا كسبنا وميلان كانت عادل كنا احنا اللي هنصعد، لان المواجهات احنا كسبانين ميلان ارضهم 3 ومتعادلين عندنا 2-2 فالمواجهات صعدنا احنا. فلحد اخر دقيقه يعني احنا كان كل الفرقه كان المهم ان احنا نعمل اللي علينا ونكمل لحد اخر دقيقه احنا بنكسب. وبعد كده بقى بنبص للنتائج الثانيه، يمكن احنا طبعا كنا مركزين بعد ما 5-0 او 5-1 كنا مركزين جدا ان احنا نشوف ميلان وكده. كنتوا يعني متابعين بقى وانتوا قاعدين طبعا، فالانباء بتوصل اول باول طبعا. لا على طول، حتى في الشاشه في الملعب كانت بتجيب النتائج على طول. يعني كانت الامور طبعا في اخر دقيقه كده كانت صعبه شويه يعني. بقول لك طب يعني بعيدا بقى عن يعني دي قدر الله وما شاء فعل طبعا، لكن انت بالنسبه لك البعض كان متخيل ان الموسم مع الاصابه انتهى، لكنك عملت عوده نوعا ما اسرع من المتوقع شويه، وواضح انك كان عندك اصرار انك تلحق في الموسم ده حتى ولو يعني فتره صغيره، لكن تبقى برضو تواجدت في نهايه الموسم يعني. والله انت عارف يعني، انت كنت شغال معانا في المنتخب وعارف يعني طبعا. انا عن نفسي انا بعمل اللي عليا وبعد كده بسيب بقى ربنا، سواء في التمرين سواء مصاب سواء اي حاجه. فانا في ايدي حاجه اعملها غير ان انا اشتغل واتمرن واكون اعمل اللي عليا عشان انا اكون موجود في الصوره في اي وقت. فيمكن انا قبل الاصابه يعني ابتديت ان انا اخش في الفرقه وابتديت ان انا اخش العب واشارك مع الفريق بشكل اساسي. الاصابه في وقت طبعا صعب شويه، الحمد لله طبعا على كل حاجه، فكان لازم ان انا يكون عندي اصرار ان انا ارجع تاني، لان لو همت في الفتره دي فهتبقى الامور صعبه بالنسبه لي. بالظبط. يمكن الناس كلها قالت ان الموسم خلص فيمكن برضه في النادي كانوا عندهم اصرار ان انا ارجع بدري. والناس كانت شغاله معايا طبعا بشكل كويس جدا، والناس كانت واقفه جنبي يعني بشكل محترم يعني، وعايزين نرجع بسرعه. الحمد لله يعني زي ما انت قلت برضو من شويه يعني، طبعا كرم من عند ربنا ان انا ارجع بسرعه، والحمد لله في اي حاجات توقفني يعني وكده، بس انا الحمد لله كنت شغال كويس الفتره بتاعت العلاج، يعني الى حد ما يعني رجعت بسرعه، واتمنى ان شاء الله ان كل حاجه تبقى بخير يعني، واهم حاجه طبعا رجلي تبقى كويسه يعني. طبعا دي اهم حاجه، وانت اكيد ما بتاخدش قرار انك تبقى موجود الا لما انت تبقى حاسس برضو ان انت قادر على ده يعني. هم الحمد يعني لله الحمد لله انا كان بقالي مده بتمرن مع الفريق كويس، ولما اشتركت وانا جاهز يعني. مونتيلا المدير الفني بيتكلم معاك بقى، يعني بيتكلم معاك ازاي او ايه الحوارات اللي بتدور ما بينكم يعني برضو على موقفك مع الفريق؟ هل مثلا بيشوف انه الفتره دي انت ممكن هتكمل لا عادي مع الفريق، ولا ممكن يبقى في تجهيز في فريق اخر مثلا 6 شهور؟ لان دي كلام كله طبعا انت عارف ان هو بيتكتب، فطالما انت معايا اكيد احسن حاجه ان انت تقول لي يعني. لا هو بعيد عن اي حاجه، انا الموسم اللي فات قضيت موسم مش كويس بالنسبه لي بالنسبه للمشاركات، بس حاجه مش بايدي، لان انا طبعا قبل الاصابه ماشي كان في فتره طويله ما اشتركتش مع الفريق حوالي 10 ماتشات. بعد كده لما ابتديت ان انا اخش، وده كان طبيعي جدا ان انت لسه رايح الدوري جديد ورايح قبل الدوري ما يبدا بيومين 3، كنت في الاولمبياد وكنت مصاب، فكانت فتره برضو ال10 ماتشات الاولانيين دول ما لعبتش. ولما ابتديت العب الحمد لله عملت اللي عليا، حاولت اخش مع الفريق، فالناس يعني واثقه في قدراتي كويس وعارفه ان انا لعيب كويس، واكيد لو كده ما كانوش جابوني. وانا الحمد لله مستريح في النادي. ده بالنسبه للسنه دي، والحمد لله لما رجعت بدليل لما رجعت اول تاني ماتش دخلت فيه التشكيل، الراجل حطني بلعب احتياطي للراجل اللي اتصاب، فدي حاجه كويسه بالنسبه لي يعني، ان انا كنت لسه راجع من الاصابه انزل في ماتش صعب كان ماتش باليرمو. تمام. فالحمد لله يعني انا ماشي كويس مع الفريق حتى في التمرينات ده كله. اما بالنسبه للسنه الجايه الامور كلها لسه ما اتحددتش، بس سواء كده او كده انا مع الفريق، انا لسه عقدي 3 سنين قدام، والناس ما عندهاش اي نيه ان هي تسيبني الحمد لله.
تمام. ده من الواضح يعني في الكلام وفي التعامل، وحتى في الخطه اللي هم حاطينها لي يعني في الفتره اللي جايه. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انا شايف ان في حاجه فيها مصلحه ومصلحه للفرقه، لو انا شايف ان تبقى الامور صعبه بالنسبه لي ان انا مش هلعب، اكيد انا اللي هطلب ان انا عايز العب. لو مش هلعب هتبقى في امور انا اللي هطلب اللي انا امشي اروح العب في حته ثانيه، فدي هتبقى حاجه مش هينفع ان انا اقعد سنتين ما اشاركش يعني. بالظبط، ولو على سبيل الاعاره مثلا يعني، لان واضح انا حاسك مرتاح برضه في فيورنتينا من المعامله على الاقل يعني، بعيدا عن الكوره يعني. لا مش من المعامله، مش كل حاجه هتبقى المعامله. في طبعا لازم انا لعيب كوره لازم اشارك ولازم العب. وانا مش مستعجل على فكره على المشاركه مع النادي. انا بلعب في نادي كويس والحمد لله، نادي كبير واي حد يتمنى انه يلعب فيه. فانا مش مستعجل على المشاركه، وواثق ان الفرصه هتجيلي لان انا بشتغل كويس والحمد لله مستواي يأهلني ان انا العب في انديه كويسه يعني. انت حد من المنتخب بيتابع معاك باستمرار، حتى يعني بعيدا بقى عن يبقى اسمك موجود في القائمه القادمه ولا لا، وان كنا يعني الواحد طبعا يتمنى وجودك مع المنتخب لانك فعلا انا عارف قيمتك كويس قوي مع المنتخب، لكن هل بيتابعوك بشكل مستمر؟ حد اتكلم معاك في المعسكر الجاي ده وضعك ايه ولا لسه؟ لا بص يا عبد الرحمن، بعيد عن المعسكر الجاي، من اول ما اتصبت لحد ما الحمد لله نزلت التمرين وابتديت العب، المنتخب على طول بيطمن عليا، بعيد عن الكوره بعيد عن الكلام ده. الحمد لله يعني. الدكتور طارق سليمان بيكلمني، بيتابع معايا اسبوعيا. كابتن ضياء، المستر بوب على طول كلمني بعد الاصابه وكلمني اطمن عليا بعدها. فالحمد لله يعني الناس متابعاني بشكل محترم يعني وشكل كويس يعني. تمام. اخيرا برضو بعد موسم يعني موسم انت قضيته برضو هناك، كان لك اي مثلا موقف هناك؟ لان قرينا قبل كده ان مره اعتقد انت بدلت التيشيرت مع الشعراوي مره تقريبا في مباراه ميلان اللي فزتوا فيها في ميلان هناك، مايكل برادلي. هل الناس دي يعني حصل حوار ولا ما بتسمحش الظروف هناك؟ لا ما كانش فيه بيحصل حوارات. هو بعد الماتش انت بتبدل التيشيرت وخلاص عادي يعني. اللعيبه كلها بتعمل كده، مش شرط لازم يكون في حوار طويل يعني. متابع الاسماعيلي؟ طبعا. يعني عندك برضو تعليق عليه برضو الفترة دي؟ يعني فترة كويسة ولا شوية حاسس ان الفريق متعثر بعض الشيء؟ لا طبعا عندي تعليق يعني. انت يعني الاسماعيلي مشي منه 13 تقريبا لعيب اساسي. 13 كانوا بيشاركوا الموسم اللي فات مشيوا. فلما يكون في 13، لما 3-4 لعيبه من فريق، 3-4 لعيبه اساسيين بيمشوا من فريق كبير، الفريق بيتاثر. فلما 13 لعيب يمشوا من النادي الاسماعيلي فاكيد الدنيا بتقع خالص يعني. فلازم الجمهور يكون متفاهم حاجه زي كده، ولازم الجمهور يكون عارف ان فرقته لسه بتبني من جديد، في ناس كتير مشيت، فما يحملوش عليهم زياده عن اللزوم. طبعا جمهور الاسماعيلي طبعا بيتمنى كل ماتش الاسماعيلي يكسب، وانا عن نفسي بكون قاعد بشجع الاسماعيلي ان الاسماعيلي يكسب، بس يعني في حاجات بتبقى خارجه عن اراده الناس يعني. صح. فلازم الجمهور برضه يقف جنب اللعيبه في اي وقت زي ما هم متعودين يعني. اخر حاجه خالص عجازي تعليق يعني. تمام. اخر حاجه عجازي، مين من اللعيبه فيورنتينا يعتبر دلوقتي اقرب واحد ليك يعني؟ بنشوف صورك ساعات مع اكتر من لاعب، لكن مين اللعيب اللي انت قريب منه جدا؟ بص هو والله يعني الموسم ده اللعيبه كلها تقريبا جديده، فالجروب كله اجتمع الموسم ده كله مع بعض، فكمان كله مش عارف بعض. بس الحمد لله يعني العلاقه باللعيبه كلها كويسه، وفي جو يعني جو عائلي كده، جو كويس بين اللعيبه وبين الناس وبين الاداره وبين الجهاز وكله. بس الحمد لله يعني انا علاقتي كويسه وبتكلم مع الناس كلها. واللغه الايطالي دلوقتي بقى عندك بشكل كويس مش وحش طبعا؟ لا احسن بكتير اكيد طبعا. اتحسنت كتير جدا في اللغه. المدير الفني وهو بيتكلم بفهم اللعيبه، ساعات لما بتتكلم بتكلم مع اللعيبه، ده بيبقى احسن لي كتير يعني، وحسيت بفرق كبير جدا بعد. مفتاح طبعا اللغه، دايما بيتكلموا عن المحترفين، مهم بالنسبه لهم جدا اللغه. بشكرك يا حجازي، شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني موفق في الفتره الجايه دي، فتره هتكون مهمه سواء مع المنتخب او مع النادي، لان